خليني اسالك سؤال. يتردد الان انه ستصدر اللائحه الجديده ما يطبق على رئاسه الجمهوريه دورتين، كل دوره 4 سنوات، على الاتحادات سيطبق على الانديه، بيفكروا ان يطبقوه على الانديه. هل وانت رئيس نادي وحققت طفره جيده او رائعه في نادي النصر، ستوافق على هذه اللائحه ولا ستتصدى ليها، ولا شايف انها بالعكس؟ نعم. انا كنت معاها من الاول، وكنت مع اللي كان يطبق على الاتحادات يطبق على الانديه، بس لاعتبارات قويه ما قدرش يعملها مؤسس حسن، وهو اعترف بنفسه نعم. الكلام ده، ان كان صعب جدا، وبالذات النادي الاهلي ان يقصي الكابتن حسن حمدي والخطيب. انا اول واحد بقول المفروض الانديه تبقى زي رئاسه الجمهوريه، تبقى زي مجلس الشعب، تبقى زي الاتحادات. لا، مجلس الشعب مالوش حدود. طب ليه يا كابتن؟ وده مهم عشان ما جدا انت يقتلش بتقوله ده. الطموح يا كابتن شوبير. نعم. ما انا طول ما انا قاعد، انا طول ما بتمنى ان بكتسب، مجلس الشعب كمان يبقى دورتين. طول ما انا قاعد، طول ما انا بكتسب قوه. نعم. وصعب قوي ان حد من بره يجي ينافسني. دايما اللي قاعد على الكرسي نعم. اقوى من اللي جاي من بره. أكيد. فلازم، لا انا شايف الا في مجلس الشعب. ليه؟ بشوف الويل. اصل ده مجرب. لا ليه؟ انا وانت مش ماشي. مجرب؟ لا انا لا، طلعت عضو يعني مجلس الشعب بيشوف الويل. ايوه، ده في حاله ان بيحصل تزوير، وبيحصل ان لا مش الناس ضغوط في الارياف، في البطاله، والضغوط بتاعت الأرياف. طلبات الاهالي. الارياف صعبه شويه. مش تمام. ممكن تنجحك في المره اللي بعديها. ما احنا عايزين من نغير بره اقوى من اللي جوه كابتن اكيد. شوبير، انا عايز برضو فكر الناس عضو مجلس الشعب يا جماعه، ده عضو تشريعي ورقابي، هو مش محليات. وطأة الظروف مش هيعين الصعبة. لك، مش يعني ما لازم تحت وطأة الظروف لازم الفكر ده يتغير يا كابتن شوبير. تحت وطأة الظروف الاجتماعيه موضوع مختلف. على فكره تغير. احنا يعني زي ما في 18 يوم كسرت، بدات عهد جديد. انا شايف ان الموضوع سهل جدا، وانا شايف ان الناس حضرتك كنت عمرك تتخيل 18 مليون مصري ينزلوا في مجلس الشعب صعب ليه جدا. يا كابتن شوبير؟ صعب جدا، طلبات الناس كثيره جدا، مشروعه لما تحتك تتقلب لمحليات. هو الراجل مشروعه. بص، بص الراجل او الست او الابن او الابنه عايز ياكل ويشرب وينام ويتعلم ويتعالج الرد عندي بكرامه. عايز بكرامة. يشتغل عشان الرد عندي بسيط. ده معناه الشغل. انا لو حليت الجزء التنفيذي بالحد الادنى للاجور والسكن وشغل، الكلام ده كله بيتغير. لان الطلبات هي الطلبات. انا والله العظيم 3 اقسم بالله العظيم، انا قلت مش هحلف في اجتماع هام جدا في الامانه، قلت لهم ايه طلبات الناس؟ اللي أنا قلت لك اكل، شرب، نوم، علاج، تعليم، عداله، بس. تمام. مش عايز غير اكتر من كده. ده الكرامه. قلنا الكلام ده بمنتهى البساطه، لكنه صعبه جدا. انتوا بتلاقي واحد يا عيني، واحده بتاخد 40 جنيه في الشهر، واحد بياخد 70 جنيه في الشهر، لما تبقى عضو مجلس شعب وعندك مكتب، الناس طابور واقفه، الناس مسكينه. تمام. انا كان بيجي لي ناس من سوهاج ومن بني سويف، انا بقى عندي شهره ان انا عينت هنا وعينت هنا وعينت هنا، معروف ان انا بعين من غير بيجينا من الصعيد بالظبط كده. لما بتبقى فصعبه جدا جدا، الناس احتياجاتها كثيره جدا ومريره جدا جدا، عشان تقول له بقى انت بتنتخب فلان عشان يغير مشروع قانون، تمام. وعشان يعدل المشروع القانون ده، يقول لك يا باشا انا عايز اكلني وشربني، عايز اكل، عايز اتعالج، عايز اخش المستشفى، عايز اعلم ابني، عايز ادخل مدرسه، وكلها طلبات مشروعه. يبقى انا اقول لك يبقى الواحد لو فكر فكر ينزل انتخابات مجلس الشعب، ينزل في التجمع الخامس، او ينزل في ده ممتاز في الزمالك. مصر كلها هتنزل هناك. وانت فكرك الزمالك، ما هو الزمالك خلينا يبقى في التجمع. الزمالك مع ابو لاء. طب خلينا في بالم هيلز. كل ما بالم هيلز معاها حته من الفلاحين اللي انضمت له من الجيزه، الناس اللي لها طلبات كتيره جدا في اكتوبر. خلي بالك، هات اي حي في مصر راقي، هات المهندسين، هتلاقي معاه حي شعبي وحي ليه طلبات كثيره جدا زي 100 عقبه. هات الزمالك وهو اللي بيصوت، هو اللي عنده كثافه تصويتيه، ودول اللي بينزلوا الانتخابات يا دكتور عمرو. خلي بالك، هات عندك هتلاقي وراك حي شعبي، هات مش كل حته في مصر لازق فيها حي بس شعبي. عايزين يا كابتن ندعو يعني للفكر الجديد. ما هو انت مش هتقدر تطبق ده، العداله الاجتماعيه واللي حضرتك بتتكلم فيه، بنفس الناس اللي هم حريفه انتخابات وحريفه اصوات. لما ما تقولش للست او للراجل خش وعلم على كذا، خش وعلم، كل واحد يخش وعلم. لا هو ده، لانه عيني بصي هتروحي الهلال، الفانوس، القمر، النجمه، الشجره، النخله، البلحه، الساعه، النضاره، حتى الان اكثر من 50%، اكثر من 50% من الناخبين في مصر بهذه الطريقه. حمل على العربيات، ودي تروح تعلم على كذا، او تروح تعلم على كذا، او بتروح عزبه او قريه، ده بتاعه المرشح، دي محسوبه على المرشح ده، يقول لك احنا كلنا كويس وحش. انا اسف جدا، يعني بلاش اقول المثل لان المثل صعب شويه، يقول لك مش عارف ايه بلدنا ولا 7 جيراننا.
فهمتها طبعا. فيقول لك كده احنا كده، فالدنيا كده. مش العنصريه، اسمها ايه، العزوه او العصبيه. العصبيه مؤثره جدا يعني. خلينا ناخد كلمات اخيره منكم انتوا الاثنين. دكتور عمرو، في امل في الدنيا؟ هل هتعملوا مظاهره جديده يوم الثلاث اللي جاي؟ هل فعلا في اعضاء جايين من نادي النصر مصممين ان انتوا تكملوا المسيره عشان اصلاح النظام الرياضي في مصر، ولا انت اكتفيت باللي حصل الثلاث المرات؟ لا ما اكتفيتش انا، بس يعني اتمنى ان رئيس الوزراء يحط الرياضه، يحطها زي اي حقيبه وزاريه عنده. ما يبصش للرياضه على اساس انها درجه تانية وطنشنا خالص ويتعامل معانا معامله كما لو كان وزاره الرياضه او المجلس القومي للرياضه ده مش موجود، وان النجاحات السابقه هي الوحيده. انت بتتكلم عن الرياضه مش على الشباب ولا؟ انا بتكلم انا مش مقتنع ان وزاره الشباب دي ليها ده، أنا لازم اضم زي ما اتفقنا. طب ان هي وزاره واحده، هم اللي عملوا التغيير اللي في مصر. وزاره واحده اسميها وزاره الشباب. تمام. اللي هي بتتم تبع الانديه ومراكز الشباب، والرياضه اللي هي الاحترافيه بتكون مسؤوليه اللجنه الاولمبيه، تكون لجنه اولمبيه فعلا لجنه فعاله، مش لجنه بتاخد تعليمات او لجنه مش لجنه بيجيبها الوزير او رئيس المجلس القومي للرياضه ورئيس المجلس بيديها اي خطط ماليه، ما طلبات مشروعه ولا ليها. على فكره ممكن المهندس حسن صقر، ممكن خربوش يبقى وزير الشباب او الرياضه. انا ما عنديش مشكله في الاشخاص، ولكن عندي مشكله في المبدا العام. نعم. عمرو السعيد، كلمات اخيره. والله يا كابتن، انا شايف الحل طبعا. قول كل اللي في نفسك عشان ما تقولش انا في حاجات كنت عايز انا قلت كل اللي في نفسي كابتن، وبقول كل اللي في نفسي من زمان يعني. اتفضل. الحل هو انسحاب الرجلين. لانه لو كان الدكتور خربوش وهو كل معزه يعني مفيش بينه اي خلافات نجح، ما كانش الشباب طلعوا بالشكل ده وبالاسلوب ده. هو ما شافهمش اصلا. انا بتكلم على منتهى الامانه. ولما المهندس حسن بما انه في سنين طويله ما عملش وكان محسوب على النظام القديم وكان منهم، يدي فرصه لحد تاني يحط ميزانيه محدده للاتحاد، يقول له ميزانيتك في ال4 سنين جايين 6 مليون، خطط على 6 مليون دي، شوف مصالحك فين. اللجنه الاوروبيه ما عندهاش ميزانيه محدده عشان تخطط للرياضه، والمهندس حسن ما بيخططش للرياضه، واصبحنا ضايعين. فالتغيير هو الحل. يوم الثلاث الجاي مستنيين تعليمات الزعيم عبد المنصف، لكن انا شخصيا لو خدت التعليمات رايح مع مجموعه كبيره من الجمباز، رايح مع مجموعه كبيره من اولياء الامور. المره دي هنطلع مجموعه، يعني الناس كلها بتلومني طلعت لوحدك ليه؟ المره دي هنطلع مع مجموعه كبيره من الجمباز، بس تحت يعني يطلع حد من اعضاء نادي النصر مع حضرتك؟ كتير كانوا معايا اعضاء، وبرضو انا كنت برضو رايح كده، ولكن وبرضو الغرض واضح ان انا اتمنى ما يجيش يوم الثلاث. يعني انا اتمنى ان رئيس الوزراء ما يضيعش يوم واحد ويكون في اهمال للرياضه. فاحنا ميعادنا الثلاث. انت خلاص خدتوا ميعاد يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله. مستنيين الرئيس يعني. كابتن حارس مرمى، كابتن الفرقه بقى. دكتور عمرو، اشكرك. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو. شكرا جزيلا. بالمناسبه بعد اخفاق بكين كان عملوا لجنه اسمها لجنه تقصي الحقائق، كانت لجنه جميله جدا. دكتور مفيد شهاب وكان معاه ناس من كبار مصر، كابتن عصام عبد المنعم وكابتن اسماعيل الشافعي واسماء كبيره، وعملوا تقرير قد كده كان رائع. الدكتور مفيد شهاب عمل مؤتمر في مجلس الشعب 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اشوفكم بكره.